ورجعنا لكم تاني مع خرافات المصريين. وأول خرافة النهاردة الخرزة الزرقاء للاحتماء من عين الحسود. لسه في كتير ناس في مجتمعنا بيربطوا بين أي حاجة مش كويسة تحصل لهم وعين حاسد أو شخص بيكرهه، وده خلى كتير من الناس بيعتقد إن في أشياء زي الخرزة الزرقاء هتنجيه من عين الحسود أو الحاسد. الخمسة بدم الحيوانات لحجب عين الحاسد، ودي وسيلة تانية للتخلص من أي ضرر أو أذى ممكن الشخص الحاسد أو عينه تجلبه لنا. كتير من العرب اعتادوا ان هم يذبحوا الحيوانات او الاضاحي ويوزعوا لحومها على الفقراء ويغرسوا ايديهم في الدم ويطبع 5 على اي حاجة جديدة بيرغب انه يحميها من عين الحاسدين. وضع الحذاء في وضع معكوس إشارة للحظ السيء. بيؤمن كتير من العرب بأن وضع الحذاء في وضع مقلوب بينذر بالحظ السيء والشؤم. وبترجع قصة الاعتقاد ده للعصور القديمة لما الناس كانوا بيعيشوا في منازل فقيرة بتتواجد فيها حشرات مميتة في أركانها، وأحيانا الشخص كان يسيب حذائه في الوضع ده مقلوب، وده كان بيتسبب في دخول الحشرات دي للحذاء والاختباء بيه، وده نتج عنه موت كتير. وبكده ارتبط قلب الحذاء بالحوادث المشؤومة دي. دلق القهوة خير. كتير في المجتمع العربي بيعتقدوا ان دلق القهوة بيجلب الحظ السعيد بغض النظر عن الحرق نتيجة دلقها او البقع اللي بتتسبب فيها. النظر في المراية المكسورة بينذر بموت قريب. بيعتقد كتير من العرب ان كسر المراية بيجلب الحظ السيء ل7 سنين جاية، وبيفسروا الاعتقاد ده بأن الصورة اللي بيشوفها الشخص لنفسه معكوسة على المراية المكسورة بتظهر شكله مشوه وممزق، وده معناه أنه نهايته قربت وأن حظ سيء هيلحقه. فتح الشمسية جوه البيت يجلب الحظ السيء. لسه لحد دلوقتي كتير من العرب بيعتبروا فتح الشمسية جوه البيت جالب للحظ السيء، وده عشان المصريين القدماء كانوا بيستخدموها في الاحتماء من الشمس برا البيت، وعشان كده ساد الاعتقاد بأن فتح الشمسية جوه البيت يعتبر إهانة لإله الشمس. البومة حظ سيء. ارتبط ظهور البومة من عصور الرومان القدامى بالحظ السيء، والأخطر لو إنها أحدثت صوت في وجودك، والاعتقاد ده فضل سائد لحد النهاردة. الحكة في إيدك اليمين معناها فلوس، والحكة في إيدك الشمال معناها فقر. لو انت حسيت برغبة في حك راحة ايدك اليمين ما تعملش ده، عشان ده شعور بيعني ان في اموال في الطريق اليك، ولو قمت بحكها فالفلوس دي مش هتوصلك، والعكس صحيح بالنسبة لراحة ايدك الشمال. فالشعور بالرغبة في الحك في الإيد الشمال بيعني إنك مقبل على أيام عجاف، ولو قمت بحكها مش هتتحقق النبوءة. أما لو شعرت برغبة في حك الكفين فده يعني إنك مقبل على أيام مزدهرة ومبروك. وطبعا دي خرافة، اوعى تصدق. الخنافس في البيت
معناها علامة على وفود الزائرين. في اعتقاد سائد عند العرب إن وجود الخنافذ في البيت بيعني إن في زوار على وشك الوصول، وطبعا دي خرافة. ده معناه إن البيت محتاج نظافة. القطط السوداء معناها الشيطان متخفي. بيعتقد كتير من العرب إن القطط السوداء بتجلب الحظ السيء أو إنها الشيطان متخفي، وإن المرور من الطرق اللي فيها قطط سوداء يعني إن الشيطان بيراقبه. لكن العديد من المصريين القدماء في المقابل اعتبروها مقدسة، وكانوا بيقوموا بإعدام أي شخص يجرؤ على قتلها. وهنكتفي النهاردة بالخرافات دي، واستنونا في فيديو جديد مع خرافات الشعوب، وخصوصا خرافات المصريين. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.